السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. وصفه جديده وفيديو جديد، وهنعمل النهارده مع بعض محشي البتنجان. اللي مش هنختلف عليه ان كل حد ليه طريقه في التسبيكه بتاعه المحشي، عموما مش شرط البتنجان، وطبعا كل شيخ وليه طريقه. فحبيت النهارده اعمل المحشي والتسبيكه بتاعته بطريقتي وتشوفيها، وان شاء الله هتعجبك بجد. فيها تريكات كتير حلوه قوي. وطبعا بالنسبه للتسويه تبقى تسويه مظبوطه، يعني يبقى معاكي المحشي قد ايه مستوي بشكل كويس جدا، وكمان يبقى متماسك. فيديو النهارده كمان بخص بيه البنات اللي لسه يعني اول مره تدخل المطبخ وتعمل محشي. بجد اعمليه وما تنسيش اللايك، ويلا بينا. من الحاجات بقى اللي تعرفيها او ما تعرفيهاش ان تسبيكه المحشي او المحشي بيحب البصل الكتير، بجد بيدي نكهه حلوه قوي، وكمان بيدي تسكيره كده للمحشي. عندي هنا بقى بالنسبه لكل كيلو، الناس اللي ما تعرفش قد ايه تحط مثلا بصل على كميه الطماطم، هنحط لكل كيلو طماطم بصلتين متوسطين، ده كده كويس جدا. للناس اللي هي مثلا بتعمل كميه كبيره تصلصها وتحطها في الفريزر، يعني اعملي برضو القيمه اللي احنا قلنا عليها دي، وهتبقى بجد حلوه جدا. هنا طبعا غسلت البصل وابتديت ان انا اقطعه. لو هتعمليه عندك بقى على البلانشا، يعني تقطعيه على ايديكي مفيش مشكله، هيتقطع صغير على قد ما بتقدري. ولو عندك بقى الكبه تقدري ان انت تفرميه في الكبه، وبصراحه هتبقي يعني اختصرتي وقت ومجهود ودموع في نفس الوقت من البصل. هنا بقى بعد ما ابتديت ان انا افرمه بشكل كويس جدا. الكبه عندي هنا ميزتها ان هي ما بتعصرش البصل، هي بتقطعه بشكل كويس. نيجي هنا بقى للخطوه التانية، وكمان بتديني كده حمار للصلصه او التسبيكه بتاعتي. عندي فلفل حامي او بارد مفيش مشكله، اللي هو الاحمر، ده بيدي بصراحة لون حلو جدا للمحشي. بالنسبة للكمية اللي انا حطيتها ديت على 4 كيلو من الطماطم، لو عايزة تزودي مفيش اي مشكلة خالص، ولو مش بتحبي الحراق زي ما قلنا هاتي اللي هو الرومي، والنتيجة واحدة في الحالتين، بس الفرق ان دوت حامي وده بارد. بديها طبعا ضربة كده سريعة كويسة بالمطحنة او حتى بالهاند بلندر، اي حاجة عندك، او حتى بالكبة، علشان ناخد يعني قطع صغيرة خالص كده ما تبانش قوي في قلب الصلصة. نيجي هنا بقى عشان التسبيكه، حله على النار وبحط كميه كويسه جدا من الزيت، ما تبقاش كميه قليله، اللي انا عايزه يبقى البصل وانا بشوحه كده ما يبقاش ناشف معايا، يبقى برضو في كميه زيت كويسه. في المرحله ديت في ناس بتحط زيت على سمنه، وفي ناس بتقلب زيت بس وبعد كده تحط السمنه بعدين. الخطوه دي صح والخطوه دي صح، ولكن في الاخر هي بتبقى مساله تريكات. بتفرق بتفرق جدا على فكره. هاجي هنا بقى علشان اعلي درجة حرارة البصل والزيت، بحط نص معلقة صغيرة كده من الملح. دي برضو تركة كويسة جدا، وبتعجلي كده ان البصل يتحمص معايا او يتحمر معايا بسرعة. هنا بقى ببتدي يعني اقلي فيه لحد ما بيديني لون ذهبي شوية. انا طبعا مش عايزة احمر فيه اكتر من كده، لو اتحمر معاكي الصلصة هتبقى تقيلة اوي، والمحشي كمان هيبقى تقيل جدا معاكي. فطبعا الخطوه دي احنا مش عايزينها، مش بيبقى احلى حاجه. بعد ما اخدت لون كويس من البصل بنزل عندي بالفلفل، بديله تقليبه سريعه كده. الخطوه دي بتعمل لي ايه؟ بتخلي التسبيكه عندي حمرة جدا. كمان زودت هنا معلقتين كبار من البابريكا. عايزه اقولك ان انا عامله 4 كيلو من الطماطم، مش كيلو واحد، يعني الكميه اللي انا بحطها ديت على كميه الطماطم اللي احنا عصرين. بعد ما الفلفل والبابريكا اخدوا تقريبا كويسه كده مع البصل، هنزل عندي بكميه الطماطم دي انا ضرباها في الخلاط، مش عاملاها في الكبه هتبقى خشنه شويه، لكن الخلاط عندك هيبقى فريمه بشكل كويس، ولكن مش متصفيه. هقلبها تقليبه بقى، وابتدي احط عندي الاضافات اللي هي تتحط كده واحده واحده في الاول. عندي هنا معلقه كبيره من الثوم المهروس سواء مفرز او حتى فريش، كمان معلقتين كبار من الكزبره اللي هي الناشفه، ومعلقتين كبار من الماجي البودر، او هنحط مثلا حوالي 5 وحدات كده من الماجي، هبتدي افركهم واحطهم. وكمان حطيت معلقه كبيره من الملح. هسيب بقى الصلصه عندي لحد ما تبتدي انها تتسبك. هنا بقى كانت يعني نص تسبيكه كده، بقلبها تقليبه كويسه برضو من وقت للتاني، لان عندك الصلصه بترقد تحت، فمن وقت للتاني عشان ما تلسعش منك لازم تقلبيها. هنا بقى بعد ما ابتدت انها تتسبك، هعرف ازاي انها اتسبكت لما تلاقي الزيت ده ابتدى هو يعوم على الوش كده، وطبعا قوام الصلصه نفسه بيتقل معاكي، وكميه الميه او كميه السوائل اللي فيها دي بتقل. ابتديت هنا بقى خلاص، يعني قبل ما اطفي عليها بدقيقتين هحط عندي التوابل. حطيت ايه؟ حطيت معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من البهارات السبعه، ومعلقه كبيره من الثوم البودر. هقلبها بقى تقليبه وروح طافي عليها. نيجي هنا بقى للبتنجان، كان عندي بتنجان اللي هو الاسمر والابيض، وكمان فلفل. لو عايزه كوسه مفيش مشكله. نيجي هنا بقى لخطوه التقوير، مفيش اسهل منها خالص، ولكن فيها تريكات بسيطه كده نقدر ان احنا نعملها عشان نقور البتنجان بشكل سهل وما يتعبناش.
اول حاجه بروح بقى شايله العنقود اللي فوق ده، وبدوس على البتنجانه بطريقه يعني كده بسيطه خالص، مش لازم اضغط عليها قوي. والخطوه دي انا بعملها ليه؟ بعملها عشان لما اجي اقور البتنجان يطلع معايا القلب كده بسهوله وما يتعبنيش. زي ما انتم شايفين ما اخدتش معايا اي حاجه خالص. هنعمل برضو واحده تانية كده. في ناس كتير بتشتكي لما بتيجي تقور البتنجان وتيجي تغسله بيبقى خلاص اسود معاها. هقول لك انا النهارده بقى على تركايه بسيطه خالص تعمليها والبتنجان معاكي مش هيسود ولا يحصل له اي حاجه، ونتيجته هتبقى كويسه جدا. ولكن احنا لسه في خطوه التقويره اهيت. البتنجان مش لازم ابدا يبقى فيه لحم كتير على عكس الكوسه. الكوسه المفروض ان يبقى فيها قلب كده، تسيبي فيها قلب، لكن البتنجان لازم يتقور بشكل كويس جدا. ده برضو على اساس ما يبقاش فيه قلب يمرر معاكي بعد التسويه. هنا برضو الفلفل ابتديت ان انا اشيله بكل سهوله خالص. ايه الخطوه بقى اللي احنا هنعملها علشان ما يسودش معايا البتنجان خالص؟ بجيب طبق وبحط فيه ميه وبحط معلقه من الملح كده واقلبه، وبكون قاعده كده وانا بقور اخلص واحط البتنجانيه في قلب الميه لحد ما بخلص خالص. بشطفه بشكل كويس وبسيبه عندي في مصفى يتصفى، وبعد كده اشتغل فيه مفيش مشكله. نيجي هنا بقى التسبيكه بتاعتنا. طبعا انا شلت الكميه اللي انا هحطها في الفريزر، ودي الكميه اللي انا هشتغل فيها دلوقتي. نزلت هنا الخضره، ويفضل جدا تبقى خضره بشكل كويس. من الحاجات اللي بيحبها المحشي قوي البصل والخضره، يعني كتري خضره على قد ما بتقدري. بالنسبه لخضره المحشي انا بحط بس كزبره وشبت، ما بحطش بقدونس. كمان هنا بقى نزلت عندي بكميه الرز. الرز عندي هنا قد ايه؟ الرز عندي لكل كيلو بتنجان ربع كيلو من الرز، ويبقى مغسول ومتصفي بشكل كويس، ما بقاش فيه اي ميه خالص. اخر حاجه بقى ضفتها عندي في التوابل معلقه صغيره كده من جوز الطيب، نص معلقه كبيره من الفلفل الاسمر، وكمان زودت عندي صلصه. انا حسيت ان الرز محتاج شويه صلصه كمان، ابتديت ان انا ازود. اخر بقى حاجه ضفتها هنا هي معلقه كبيره من السمنه البلدي، وبجد بتدي طعم حلو جدا. عايزه اقول لكم ان انا هنا كنت مشغله النار على الهادي خالص، بشوح عندي الرز بس مش اكتر من 5 دقايق، يعني ان هو يعني يدي كده تماسك بسيط خالص. وبشيله عندي على النار اسيبه يهدى، وبعد كده ابتدي ان انا احشي. بالنسبه بقى لمحشي البتنجان بالذات لازم اتاكد من حاجتين: المحشيه تكون مليانه من تحت وفاضيه من فوق، يعني فاضيه عقله صباع كده من فوق. في ناس بتحشي بقى يعني تملى وخلاص ويبقى من تحت لسه فاضي، فدي برضو خطوه مش كويسه، بيبتدي ان هو يتطبق وما يديناش كده الشكل اللي احنا عايزينه. هبتدي طبعا املى واحس كده بالبتنجانيه انها اتملت بشكل كويس. مش لازم اضغط، يعني ما اضغطش خالص، ابتدي ان انا املى وبس، واسيب عقله الصباع دي علشان الرز عندي يستوي فيها وما يبقاش الرز بره خارج قوي. هنا بقى ببتدي برضو اكمل عندي. بالنسبه بقى للبتنجان الاسمر او الابيض الاتنين واحد، مفيش فرق خالص. وبالنسبه لحشو الفلفل بتقدري ان انت تملي عندك الفلفل كده، ويفضل جدا ما تجيبوش اللي هو المعرج، يعني تبقى عندك الفلفلايه كده سرحه عشان تبقى محشيه بشكل كويس. هبملاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على اساس لما الرز بيستوي شويه بيديني قبه كده في قلب الفلفلايه وبيخلي شكلها حلو. بكمل عندي بقى الكميه كلها، بتهيالي سهله خالص، ما فيهاش اي تريكات للبنانيت او البنوتات اللي اول مره تدخل المطبخ. انا مش بتكلم على الناس اللي هي متجوزه، كلنا كده بنعرف نعمل كل حاجه وستات شطورات وحلوات. فانا بتكلم بقى على البنوتات اللي لسه اول مره بتدخل المطبخ وتعمل، خصوصا المحشي ده بيختلف جدا. هنا بقى عايزه تسويه في الفرن تحطيه في صينيه، عايزه تسويه على البوتاجاز من فوق بتحطيه عندك في حله كده. بالنسبه لرص المحشي عشان ما يجيبش رز كتير مني لازم اوقفه بالشكل ده. للناس اللي هي بتنيمه اوريدي كده مع التسويه تبص تلاقي ابتدى ان هو يجيب رز كتير قوي، ودي خطوه مش عايزينها خالص. بالنسبه بقى للتسويه ببقى مسخنه عندي الشوربه جدا، ودي بتختصر لي وقت كتير، يعني بتخلي المحشي يقوم معايا بسرعه غير لما تكون الشوربه معاكي دافيه. وبالنسبه بقى للعقد بتاعه او للشوربه بتاعته احط قد ايه شوربه على اساس ما تبقاش التسويه معايا زايده قوي ولا حتى تبقى قليله قوي. لو المحشي معاكي كده اطوال مختلفه هسيب قد عقلتين صباع من المحشي اللي هو الطويل ده علشان تكون تسويته مظبوطه. طبعا بسيبه بعد ما بسقيه اغطيه واسيبه يغلي غلوتين، وبعد كده اوطي عليه ويستوي بقى على الهادي خالص، مش لازم اعلي عليه على اساس برضو ما يتلسعش مني من تحت. هنا بقى بعد ما استوى بعمل تيست كده عليه وتمام جدا. عايزه اقول لك شكله وطعمه وريحته ولا احلى من كده خالص. ودي كده كانت النتيجه بتاعتنا، يا رب يكون عجبك وجربيه. ما تنسيش اللايك والاشتراك وللمتابعه، فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.